بسم الله الرحمن عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حبايبي في الله، هنعمل النهاردة البيتي فور بطريقة برضو خفيفة جدا وبمقادير صغيرة جدا برضو على كدنا، ولو عزنا تاني برضو هنعمله. المقادير بسيطة جدا. هنعوز كوبايتين دقيق، كوباية سمنة، نص كوباية سكر ناعم، وبيضة كاملة، وفانيليا، وهنحط كاكاو خام للنص التاني اللي هنعمله. المقادير زي ما انتم شايفينها كده، بس مفيش ولا اي حاجه تاني. هنبتدي ان شاء الله نشتغل. قبل ما نبدا طبعا زي ما اتعودتوا منكم تضغطوا لايك وتشتركوا في القناه اللي مش مشتركين، وتشيروا الفيديو. ربنا يبارك فيكم يا رب. هنبدا. هنحط السمنه كلها كده اهو في اللي هنضرب فيها. طبعا السمنه درجه حراره الغرفه او المطبخ. تمام. سمنه، زبده، سمنه بلدي، اللي موجوده عندك. دايما انا ما بحبش اكلف يعني حد في الخبيز ده بالذات. الموجود عندك اعملي بيه. تمام كده. هنحط كمان السكر. خلينا شويه كده، وهنضرب الكميه دي لحد ما تتجانس خالص، وبعد كده نضيف الدقيق شويه بشويه. كده خلصنا حبايبي العجينه اهي، زي ما انتم شايفين كده اهي. اها، حطينا كوبايتين الدقيق كلهم. هناخد حته منهم كده اهو، دي هنضيف عليها الكاكاو، وهنخلي دي كده على جنب. كده هنحطها في الكيس، وهنشكلها وارجع لك تاني اوريك نشكلها ازاي. حبايبي قطعنا البيتفور اهو بالجمع زي ما انتم شايفين. مش بالمكنه، اول مره يعني انا ما اعملش بالمكنه، بس تقطيع حلوه يعني كده ان شاء الله تبقى كويسه. فهنحطها على في الفرن على درجه حراره 160، وتكون في الرف الوسطاني لو انت هتحط في البوتاجاز. نار هاديه لو في الفرن اللي هي بالانبوبه. هسويهم وارجع لكم عشان نشكلهم، وان شاء الله يا رب يعجبكم. كده خلص البيتيفور زي ما انتم شايفين كده اهو، باللون الذهبي الجميل دوت من تحت. بص كده كده. طبعا انا حطيت ابيض مع بني هنا اهو في الصاج دوت، عشان الكاكاو مش هيبان السوا بتاعه، عشان لما ابص كده القى ده استوى، اعرف ان ده استوى زيه على طول. حطيت الكاكاو مع الابيض الكريمي دوت عشان اعرف برضو الاستوى بتاعه. اهو كده اهو زي ما انتم شايفين كده اهو. دول كوبايتين يا جماعه، يعني شوف كده كوبايتين، شوف عملنا كوبايتين دقيق وكوبايه سمنه، شوف عملنا ايه. كده حبايبي هنحشي مربى وجوز هند، مكسرات، فول كده يعني الموجود عندك، يعني ما تغلبيش نفسك. ودي شويه مربى زايد عليها حبه ميه صغيرين عشان اوريكم هنعمل فيها ايه.
كده ده فيه بالمكسرات، بالفول السوداني والمكسرات على بعض وبالجوز الهند، يعني اللي انت عندك اعملي بيه. هكمل باقي الكمية، هكمل باقي الكمية كلها دي وهرجع لك تاني. وكده خلصنا حبايبي زي ما انتم شايفين كده اهو، اجمل طبق بتيفور بكوبايتين دقيق بس. انا من 2 كيلو دقيق فينو او فاخر، دقيق 2 كيلو عملت بسكوت وعملت كحك ناعم وعملت البتيفور اللي انتم شايفينه ده. من 2 كيلو دقيق بس ما فيش غيرهم، واقل من كيلو سمنه، يعني اقل من كيلو سمنه او كيلو سمنه مثلا، و2 كيلو دقيق عملت بيهم كل اللي انتم شايفينه دوت، البسكوت والكحك الناعم والبتيفور. طبعا زي ما انتم شايفين كده هو البتيفور جميل جدا جدا جدا. شوف كده جماله ازاي، ده محشي مكسرات اهو، وفيه بجوز الهند. يعني تكاليف على كدي خالص وعلى كد اي بيت، ممكن تعمل بيه حاجات واشكال جميله جدا. يعني ما تكلفيش نفسك. تمام اهو بالشكل اللي انتم شايفينه دوت، والله ممتاز جدا جدا. بس كده دي عشان هاكلها هوريها لكم يعني. بص ازاي، بص ازاي، يعني كله متساوي ومظبوط. اكلها حرام عشان ما مرمهاش كده. تمام، يا رب يعجبكم، يا رب تعيشوا كل سنه وتعيشوا وتعملوا. بصراحه ممتاز. لا اذا عجبكم ما تنسيش تدعميني وتضغطي لايك وتشتركي في قناتي لو مش مشتركه، وشيري الفيديو لو عجبك الفيديو. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. كل سنه وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.